وده يوم في حياة بصوا الجو النهاردة يا جماعة تحفة. صحيت فتحت الشباك وشغلت القرآن كالعادة. دخلت المطبخ كنت عايزة اعمل صينية كيكة، قلت نفطروا منها بقى بما ان النهاردة الجمعة وكده فنغيره يعني. وعملت لي كوبايه نسكافيه، ما كانش عندي اي حاجه النهارده فقلت اخلص وافرقه على بصوا كده معايا. دي حرام ان احنا نقول عليها فوطه، صح ولا لا؟ بالله عليكم انا جبتها وتقريبا هخاف استخدمها. بصوا دي بقى انا كنت قايله اول ما اجي اطلب اوردر هطلب على طول واحده ليا، دي اكتر حاجه بتطلبوها مني، فقلت اشمعنى انتوا. استرات القمر دي بقى بتبقى حلوه في اي مكان، في المطبخ، على السفره، على الكومود، في اي حصولي بقى على مج الايس كوفي الخطير ده. اللمعه بتاعته تحفه، الفراشات دي مدياله شكل تحفه. بصوا بقى على مجفف الخضار ده، وده مش اي مجفف، ده بتاع الوطنيه، فحاجه تحفه. تقريبا هنكمل بقيه الفيديو وانا بقول لكم تحفه. بصوا عليه يا جماعه، انا مش هتكلم. بصوا بقى الموب دي كنز يا جماعه بجد، انا ما بقدرش استغنى عنها. مكان كده بتحطي فيه الميه والمعطر، وفيها مكان فوق بتبخي منه وبتمسحي بقى الارض. بمسح كل يوم حرفيا السيراميك اللي باين، بمسح كل يوم المطبخ بسببها. ده بقى طابلو كده صغنن ديكور، تحطيه بقى في دخلة البيت، تحطيه فوق علقة المفاتيح، تحطيه في عمود فاضي عندك. المهم ان هو حلو قوي. المج ده مش محتاج كلام بجد، هو شي ان يعني، وكيوت قوي قوي. والجلافز ده حلو قوي في المواعين بجد. انا مش عارفه الاختراعات دي ما كانتش موجوده ليه من بدري. شايفين؟ هتحطي في ايدك كده وتدعكي بيه بكل سهوله، والماتريال بتاعته حلوه قوي على فكره، ومن جوه مشمع كده مش بيضايق في الايد، حلوه قوي. وبس كده يا ولاد، خلصت وقعدت اكتب كام حاجه كده عايزه اعملهم عشان ما انساهمش، وعملت لي كوبايه شاي مع المسلسل. لو عجبتكم بقى فقره المشتريات دي ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات علشان اكررها لكم تاني كده في اليوم اللي احنا قاعدين متدلعين فيه، عشان في حبه حاجات صورتهم بس برضو ما نزلتهمش. واهم حاجه صلوا على النبي. بس بقى وما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم.